السلام عليكم حبايب قلبي ورحمة الله وبركاته. معلش غايبة عليكم أنا شوية في الأكل. عندنا طبعا زحمة المدارس والدروس، بس مش سايباكم، بنزل لكم مشتريات، وإن شاء الله إن شاء الله أوعدكم إن آخر الأسبوع هنزل لكم حاجة مفاجأة، حاجة حلوة كده تعمليها لولادك يوم الأجازة. وهقولك على حاجتها تحضري كاكاو خام، ولو عندك أي باكو نسكافيه. بس كده هنعمل أحلى كيكة لأحلى ولاد. النهارده بعت اجيب حاجه، بما اننا امهات حلوين ورايحين جايين ومحتاجين حاجه بقى نشيل فيها حاجتنا. فوانا كده قاعده على الموقع الجميل ده لقيت شنطه سوق جميله، تقفليها تحطيها زي شنطه على كتفك، وتفتحيها تحطي فيها حاجتك وانت جايه وبالعجل، وكل ده والله بسعر بسيط جدا، ب109. فانا هفتحها وهوريها لك وهشوف نفتحوها مع بعض. هي لسه جايه لي النهارده، فقلت ان انا لازم اوريها لكم، لان دي حاجه هتفيدنا كلنا. بصي هي حاجه جايه في شنطه كده، لسه هفتحها وهركبها وهوري جمال. دي شنطه عاديه ممكن تحطيها على كتفك وانتي نازله. طب انا نزلت دلوقتي عايزه اشتري حاجه، مش عايزه ان انا امسك كيس او حد يشوف انا جايبه ايه. هي بتشيل يعني كميات معقوله، مش بقى اللي رايح يجيب كميات كبيره قوي. بصي بقى الجمال، اول حاجه هنفتح الكبسوله، ده ابني بقى بيساعدني. بصي من جوه حجمها حلو ازاي. ده لو حاجات بسيطه جبتي اي حاجه ومش عايزه حد يشوفها، وبعدين شايلها زي شنطه عاديه جدا على كتفك. شنطة عادية جدا على كتفك، بدل ما تاخدي شنطة سوق وشنطة كده، لا. طب يلا نكبروها مع بعض، افتحوا السوستة. بصي بقى الجمال. نمسكوها بقى من الايد كده من هنا. بصي فردناها، نمسك بقى كده. بصي بقى كبرت معاكي قد ايه، شايفة بصي كبرت معاكي قد ايه، شايفة حجمها، شايفة الجمال. المفاجأة بقى، المفاجأة بعجل. بصي بقى الجمال، بصي شفتي. طب انا خلاص خلصت، او ان انا وبعدين دي ووتر بروف، خلي بالك ممكن تحطيها تغسليها، يعني عادي جدا. طيب بعمل كده، ازق العجل على قدام واروح قافلاها كده، واروح زقه كده سنه على قدام، واروح منزلاها كده. شايفه، اقفل سوستتي. طبعا بقى خلاص نرجعوا نعلقوها على كتفنا تاني واحنا نازلين. في منها الوان، في منها احمر، في منها والله ولا حاجه. انت بتجيبي الشنطه هنا بكام، وحديد قد كده، ومتعبه، وبتحسي ان الشنطه عايزه حد يشيلها معاكي. دي بقى بصي الاقتصاد والجمال والفن بتاع اليابانيين. شنطه جميله جدا. واتمنى طبعا، انا عارفه ان قناتي ومحتوايا اكل، بس دي حاجه هتخدمنا وتخدم كل ام في السوق. فانتي لو جبتيها هتبقى تريحك جدا، وزي ما انت شايفه حجمها عامل ازاي، يعني تقدر تشيل معاكي حاجات كويسه. ولو مش عايزه كل ده، بتقفلي السوسته زي ما وريتها لك في الاول، بتصغر كده، بتشيلي فيها حاجات بسيطه، ممكن تشيلي فيها حاجتك الشخصيه، حاجات بيبي، بدل ما حاجه بيبي تقيله. ويا رب اكون افدتكم معايا بحاجه جابتني جبتها واسعدتني. وانتظروا مني احلى اكلات وصفات اقتصاديه مع لوكا وأوشا.